السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ اختكم شيماء الغربويه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد لاصوب ديال القرعه الخضراء والفرماج. كتجي زوينه هكا للوليدات اللي ما كيبغيوش القرعه. كتجي زوينه. ما تنساوش تدعموا القناه ديال اختكم شيماء، واللي ما مشتركش فيها يشترك. وشكرا لكم بزاف. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للخضيره كتاخذوا نتوما واللي باغيين. عندي واحد 3 القريعات هكا خضرين صغار، واحد 3 البطاطات متوسطين، واحد الطريف ديال البصله غادي نقطعوه هو الاول بهذا الشكل. ماشي مشكل واخا نقطعوه هكا كبير، حيت اصلا في الاخر كلشي غادي يتسحل لينا بهذا الشكل. وغادي نديرو في شي كاسرونه اولا في شي قميله عندي، وغادي ندير عليه واحد عاشق ديال الزبده وشويه الملح وشويه البزار، غير شويه شويه على حسب ديك البطاطا والقرعه اللي عندك. وغادي نديرهم يتشحروا ليا فوق البوطه حتى تشحر ليا ديك البصيله مزيان. البصيله ديالنا فاش كنشحروها مع الزبده كتجي بنينه وكتجي لاصوب ديالنا زوينه. صافي بهذا الشكل، من بعد ما تشحرات ليا بهذا الشكل صافي كنحيدها من فوق البوطه وكندوز نقطع الخضيره ديالي بهذا الشكل. وبالنسبه للخضره كيف ما قلت لكم راه نتوما كتاخذوا الكميه اللي باغا نتوما. والقرعه ديالنا كنكونوا غسلناها، ما تنقشروها ما حتى شي حاجه، غير كنكونوا غسلناها مزيان. ومن الافضل هكا يكونوا دوك القريعات اللي كيكونوا صغار شويه كيكونوا بنان. صافي وغادي نقطعهم بهذا الشكل عشوائي. صافي وغادي نضيف الكميه كامله اللي عندي على ديك البصيله اللي تشحرات لينا في الاول. هاد لاصوب دغيا تتوجد لينا وكتجي زوينه. صافي وكنضيف واحد كاس الماء، كاس ونص، كاس كبير كاس ونص هكا. كنغطيو ديك الخضيره ديالنا كيتقاد لينا معاها الماء، ما كيجيش الماء كتير باش اننا ما كنطحنوها بالماء ديالها، داك شويه الماء اللي كيبقى. صافي هنا من بعد ما تسلقات ليا مزيان، طابت ليا ديك القريعه والبطاطا بهذا الشكل، غادا نخليهم يدفاو ليا غير شويه. وغادا نرجع نطحنهم انا، حيت عندي غير كاس العصير غنطحن فيه. واللي عنده داك الهشوار ديال اليد هكا يطحنو هو سخون. صافي خويتهم بهذيك شويه الماء ديالو اللي بقى فيه، خويته في الكاس العصير. وغادا ندير عليه واحد عاشق ديال القزبر ومعدنوس، وواحد 2 فرماجات مثلثين، وواحد كاس ديال الحليب. ما غاداش نضيفو كامل، غادا نخلي منه واحد شويه. وغادي نطحن ونشوف على حسب الختوريه ديال لاصوب اللي باغا انا. وكل واحد كيتحكم في الختوريه ديال لاصوب كيف ما باغيها هو، واش باغيها خاتره ولا باغيها هكا شويه مطلوقه كيبقى يزيد الحليب. صراحه هاد لاصوب كتجي بنينه وكتجي زوينه. وهكا حتى الوليدات اللي ما كيبغيوش هكا ياكلوا الخضره، القرعه الخضراء بهاد الطريقه كياكلوها ما تتبانش ليهم كاع. صافي بهذا الشكل انا ما غاداش نزيد داك الحليب اللي بقى ليا. صافي بهذا الشكل كيجي القوام ديالها ما شاء الله، كتجي زوينه وكتجي كريميه. وبالصحه والراحه. وشكرا لكم بزاف لاي واحد بقى معايا حتى لاخرت الفيديو. ودعموا القناه ديال اختكم شيماء، وشكرا لكم بزاف.